شاهدت لقطات ملعب المباراة أذكر دائما بأنه بسبب مشكلة بين إدارة ريال مدريد والليغا لا يسمح للقنوات الناقلة بتصوير عمليات ألعبها، ولكن ريال حتى بطريقة وأسلوب وخطورة وانطلاقة فارق السرعات وانطلاقة جديدة المرة دي ويضيع دورا الحاجات دي بقى لو أسباس كان خلص. هنا بقى الفرق، لكن بابلو دورا عشان يبقى عنده أدوار في الرقابة، لكن في مشكلة متتالي لسيلتا الخطير. هنا التقدم الانطلاقة فرصة ومحاولة أمامنا بابلو دورا أول كرة وأول محاولة هيلعبوا على هذه الكرة أمامنا. هو تمريرة حلوة كرة من براين ثاراغوثا وانطلاق رضاو هو الحارس اللي يتواجد في مباراة اليوم. خروج كورتوا، لكن الراية أنقذتك يا كورتوا، الراية أنقذتك. شوف هنا الكرة والانطلاقة أمامنا. شوف الريال مدريد اللي بيلعب كانت في نوفمبر 2006 لما فازوا 2-1. امبابي ادي امامنا هنا فينيسيوس، واحده من الكرات اللي بيحبها فينيسيوس يا ولد، الفولو والمتابعه. يا سلام على الحارس، عامل مباراه كبيره، لكن واحده من الكرات شفت فرق السرعه عند فينيسيوس. حاجات كثيره مميزه جدا في هذه اللحظه. الكره يظهر بورخا إجلاسياس خطير الى موريبا، ولكن الى ركله مرمى. كرة على القائم الأول رأسية، فرصة كبيرة ميليتاو مسجل في مرمى اسبانيول هذا الموسم، وأول كرات المباراة بعد كرة أردا جولار اسبانيول. وادي أمامنا فرصة عدى حلوة قوي ويعملها عرضية، هو ده شغل، هي جول يا راجل يا أردا جولار يا راجل. شفت السرعة، شفت الكرة والتصرف السريع ومهارة فينيسيوس وعدم أنانية اللاعب امبابي، ولكن أردا جولار يضيع الكرة بقى. لازم يتقل على كورته دي. بص امامنا يا ولد، يا فينيسيوس امامنا عدى من خافي رودريجيز. شوف بقى يا سلام على مبابي، في 1 ضد 1 عدى من جيسا امامه فرصه، ولكن يا ولد يطلع الحارس الروماني حارس ميليتاو يا ولد كتير. ادي المرتده السريعه والاستلام، لكن جاله الوحش قدر ميليتاو. الاستلام يفرق. بص لمها بكعبه ويا سلامات. لسه بنحكي على الاصابات، وكأن المخرج قلبه حاسس. جاب لنا اللاعب الشاب المدافع الشاب امهم كل من تشواميني واردا جولار وبيلينغهام. واحده من كرات الحلول فالفيردي، واحده من الحلول اللي تفك اي لوغاريتم. كرة فالفيردي التسديد، لكن رضاو المتألق امامنا. هنا لقطه اللي فاتت بسرعه اللي عند بابلو دورن او اللي عند براين ثاراغوثا، لاعب المعار على فكره من بايرن ميونخ واللي كان موجود مع اوساسونا الموسم الماضي. ورايا وهو واحده كان يعني بقله خبرته. مره ثانيه كرات العاليه، التعامل رائع. اليمين اختبار صعب النهارده. اردا جولار بيوسع بايده كده، راح واخد وجه يمين، واخد وجه اللاعب موريب. يتقدم، بدا يحاول ان يكون له انياب. كره عرضيه، بديل فيليو سوادبرج. ده انت ولا مين، ولا زلاتان ابراهيموفيتش ولا زلاتان. هدف حلو سيلتا فيجو في الدقيقة 54. دفاع ريال مدريد مفيش لا رقابة ومفيش أي انضباط في واحدة من اللي لعبت في المباراة السابقة، سواء أمام اسبانيول لسيلتا فيجو أو أمام بلباو بالنسبة لفريق نادي طبعا ريال مدريد. حتى الآن طبعا بالبعيد ملعوب على طول الكرة الركنية. بيلينغهام انطلاقة، تمريرة حلو انه الصبر من جانب سيلتا فيجو. مميزة مرة ثانية، استلام سويدبرج امامنا. خلاص الراجل تجرأ وسافر. تلعب ازاي وفين ومع مين، وبدأت تظهر المدن والتواريخ والساعات ونتمنى ابطال. لكن هنقول لحضراتكم بص التوقع السويدي قلب الدفاع والقائد. امبابي، وادي امامنا واحدة بالكلوس حتى بطريقة واسلوب وخطورة وانطلاقة فارق السرعات وانطلاقة جديدة المرة دي ويضيع دورا. الحاجات دي بقى لو اسباس كان خلص. هنا بقى الفرق، لكن بابلو دورا عشان يبقى عنده ادوار في الرقابة، لكن في مشكلة. الكرة يظهر بورخا إجلاسياس خطير الى موريبا، ولكن الى ركلة مرمى. كرة على القائم الأول رأسية، فرصة كبيرة ميليتاو مسجل في مرمى اسبانيول هذا الموسم، وأول كرات المباراة بعد كرة أردا جولار كتير.